السلام عليكم، ازيكم يا ولاد؟ النهارده هنراجع مع بعض اهم افكار اللايت ريفليكشن واللايت ريفراكشن. اول سؤال لو جه سالني وقال لي find the angle او find the value of the angle of incidence او ال value of angle of reflection. اول شيب او اول فيجر لو جالي بالمنظر ده تو ريز، واحد انسيدنت والتاني ريفلكتد، ومديني انجل 40 بتوين او انجل بقى باي رقم، تمام، بينه وبين الريفلكتنج سيرفيس. اجيب ازاي الانجل اوف انسيدنس والانجل اوف ريفليكشن؟ علشان احل الشكل ده اللي قدامي هنعمل مع بعض شويه ستيبس. الستيب الاولى هنعمل مع بعض نورمال او بربنديكولار لاين. البربنديكولار لاين هينزل طبعا برايت انجل ب 90، يبقى انا هكمل بقيه الشكل ده ال 90، يبقى انا هعمل 90 ماينس ال 40 ايكوال 50. يبقى هنا انا رسمت ادي النورمال، يبقى الانجل ديت عندي ب 50، ده طبعا مين؟ ده النورمال. تمام. طيب واتس مينت باي ذا انجل اوف انسيدنس، ويعني ايه انجل اوف ريفليكشن؟ ات از ذا انجل بتوين النورمال اند انسيدنت لايت ري، او الانجل بتوين النورمال والريفلكتد لايت ري. بما ان ده الريفلكتد لايت ري وده هيكون الانسيدنت لايت ري، هدور على الانجل اللي بينهم. تمام. يبقى ديت الانجل اوف انسيدنس واللي جنبها الانجل اوف ريفليكشن، يبقى ديت ب 50 وديت ب 50، يبقى الانجل هنا اوف انسيدنس ايكوال ذا انجل اوف ريفليكشن، الاثنين ايكوال كام؟ ايكوال 50 ديجري. الشكل التاني او الفيجر التاني برضو find the value of angle of incidence والانجل اوف ريفليكشن. بعد ما اشوف الفيجر هنبص مع بعض. اللي عندي شرط واقف بيربنديكولار ده طبعا مين؟ النورمال. ميس اللي نازل او عامل فولنج على ريفلكتنج لايت ري ده الانسيدنت لايت ري. طب والريفلكتد من الريفلكتنج سيرفيس at the point of incidence اللي هو ده الريفلكتد لايت ري. الديفينيشن بيقول ان الانجل اوف انسيدنس it is the angle between the incident light ray and the normal اللي هي دي. طب what's meant by the angle of reflection؟ it is the angle between reflected light ray and the normal، يبقى دي. يبقى هو كده مسهلها لي من الشكل. يبقى لو قال لي calculate the angle of reflection او الانجل اوف incidence هتبقى equal كام؟ هتبقى equal 50 degree. الفيجر اللي بعد كده الشكل اللي قدامنا، عندي incident light ray، عندي reflected light ray، وعندي normal. طيب ايه الجديد هنا؟ ان انا مديالك الانجل بتوين التو ريز، الانجل الكبيره ديت، كل الانجل ديت ب 120. ازاي اجيب الانجل اوف انسيدنس والانجل اوف ريفليكشن؟ وانس انت لقيت بين التو ريز النورمال، الطريقه هتبقى سهله قوي. يبقى ديت الانجل اوف انسيدنس ولتكن مثلا اكس، وديت الانجل اوف ريفليكشن ولتكن مثلا واي. ميس الاتنين دول بيكونوا قد بعض طبعا من الفيرست لو اوف لايت ريفليكشن. تمام. يبقى انا هعمل 120 او اي نمبر هو مديهوني divided ال 2 equal 60 degree. يبقى الانجل بتاعتي ديت هتبقى ب 60 ودي كمان هتبقى ب 60. الفيجر اللي بعد كده بيقول لي برضو find the volume او sorry the value of the angle of incidence and the value of reflection on mirror. عايز الانجل of incidence on mirror x والفاليو of the angle of reflection on mirror y. طب ايه الشكل اللي قدامي؟ انا مديني two mirrors x and y both of them are perpendicular، الاتنين perpendicular على نفسهم، الاتنين موجودين في وضع عاملين رايت انجل هما الاتنين، ومديني هنا incident light ray على ميرور اكس، ورسم لي نورمال وعامل انجل بايكوال 40 ديجري. تعالى نشوف هنعمل ايه في الانجل اوف انسيدنس على ميرور اكس، هجيبها ازاي، والانجل اوف ريفليكشن على ميرور واي. في البدايه احط كل الحاجات اللي انا عارفها. الخط اللي قدامي اللي نازل بيربنديكولار عامل شرط طبعا ده النورمال. تمام. بعد كده دوت الانسيدنت لايت ري. ابتدي افكر بين النورمال والانسيدنت لايت ري. انا عندي هنا انجل، يبقى ديت الانجل اوف انسيدنس. يبقى انت لو طالب الانجل اوف انسيدنس على ميرور اكس، يبقى الانجل اوف انسيدنس اون ميرور اكس ايكوال 40 ديجري. هنكمل مع بعض. بدل دوت ب 40، يبقى انا لازم يكون عندي لايت ري يحصل له ريفليكشن من البوينت اوف انسيدنس اللي قدامك دي. هبتدي انزل الري بتاعي ده كده هيكون ريفلكتد لايت ري جاي من عند ميرور اكس، بس هو نزل عندي على ميرور واي فبقى انسيدنت عليها، فهرسم النورمال بتاعي
واطلع ريفلكتد لايت راي من ميرور واي. ابتدي احط الانجلز بتاعتي. ميس دي ب40، اكيد طبعا دي الانجل اوف ريفليكشن هتبقى هي كمان ب40. نكمل مع بعض. بص كده معايا، الشكل اللي قدامك ده هيديلك مين؟ ميس الشكل ده هيديني الشكل بتاع الزد اللي انتوا واخدينه في الماث. الشكل ده alternate angle. طيب دي ب40 يبقى دي ب40 يبقى دي كده ب40. ميس خلاص كده ان الشكل ده احنا خدناه قبل كده، هكمل بقيه ال90. يبقى ديت عندك ب50، دي ب50 ودي ب40. ميس يبقى الانجل اوف ريفليكشن اون ميرور واي ادي كده النورمال، وادي الريفلكتد لايت راي، يبقى ديت الانجل اللي انا عايزها. يبقى the angle of reflection on mirror y equal 90 minus 40 equal 50 degree. الفيجر اللي قدامنا شايفين reflecting surface، وعندنا incident light ray نازل perpendicular. بدل نازل perpendicular يبقى في الحالة ديت النورمال بقى هو الانسيدنت لايت راي، والانسيدنت لايت راي هو النورمال، يعني الانجل بينهم equal 0. طب في الكيس ديت لو جه قال لي find the angle of incidence او find the angle of reflection، هقول ايه؟ اي راي ينزل على ميرور او ريفلكتنج سيرفيس نازل بيربنديكولار بالمنظر اللي قدامك ده، يبقى التو انجلز ايكوال 0. وفي الحاله ديت الانجلز بتاعتنا زي ما قلنا بزيرو، ويحصل ان الري ريفلكت اون اتسيلف. يبقى هنا التو انجلز ايكوال 0 كمان مره، تمام، and the ray reflect on itself، هيحصل له ريفليكشن على نفسه. الفيجرز اللي بعد كده مديني 2 لايت راي، واحد انسيدنت والتاني طبعا ريفراكتد لايت راي، لان انا بمشي بمين؟ بمشي بالراي بتوين تو ترانسبيرنت ميديوم، والاتنين مختلفين في الاوبتيكال دينستي. عندك اير وجلاس، جلاس ووتر، ووتر واير، جلاس اند ووتر، اي حاجه من دول، اي اتنين ترانسبيرنت ميديوم والاتنين مختلفين عن بعض في الاوبتيكال دينستي. ابتدي افكر كويس قوي. خلي بالك اقل واحد لور في الاوبتيكال دينستي الاير، والفيلوسيتي بتاعت اللايت بتكون اعلى حاجه، علشان كده الابسولوت ريفراكتيف اندكس لازم يكون مور ذان 1. يبقى الاير اخلي بالي كويس ده عنده لو اوربيتال دينستي، سوري لو اوبتيكال دينستي. الاكبر منه شويه الووتر، اكبر شويه الجلاس، اكبر شويه الدايموند، تمام. سرعه الفيلوسيتي او السبيد بتاعه اللايت ان اير بتكون ماكسيمم، علشان كده دايما بيبعد عن النورمال. اخلي بالي بقى كويس قوي من الفيجرز ديت. اللايت ري بيتحرك منين رايح فين؟ لو انت عندك الانسيدنت لايت ري جاي لك من عند الاير، لازم هتكون الانجل اوف انسيدنت ديت اكبر بكتير من انجل اوف ريفراكشن، يعني لازم الانجل دي تمام تكون اكبر من الانجل دي. ليه يا ميس؟ لان انا بتحرك من lower optical density اللي هو الاير to higher optical density اللي هو مين؟ الجلاس. وفي الحاله ديت انت بتكون نير مين؟ انا بكون قريب للنورمال، يبقى نير ذا نورمال. الكيس التانية او الفيجر التاني، بص اللايت راي بيتحرك ازاي. عندي برضو اير وجلاس، بس المره دي اللايت راي الانسيدنت جاي لي من تحت، جاي لي من عند الجلاس طالع عند الاير. ميس جوه الجلاس او الووتر بتبقى الفيلوسيتي اوف لايت ما بتبقاش اكبر حاجه، اكبر حاجه عندك الاير، فلازم برضو الانجل اللي في الاير او الانجل اوف ريفراكشن هتبقى اكبر بكتير من الانجل اوف انسيدنس. اي حاجه رايحه عند الاير او جايه من الاير الانجل كبيره. طيب في الحاله ديت اللايت ري هيتحرك ازاي؟ refracts far from the normal. يبقى في الكيس ديت اللي انت شايفها هيحصل لي refraction far from the normal. الكيس الأخيرة لو نازل عندي اللايت راي تمام falls perpendicular to the interface between the two different transparent medium. فين الانترفيس؟ الشكل ده عبارة عن الانترفيس او الخط الفاصل بين التو ترانسبيرنت ميديم، الاير والجلاس، ووتر وجلاس، اي حاجه من دول، تمام. لو نازل عند اللايت ري فولز بيربنديكولار على تو ذا انترفيس بتوين تو ديفرنت ترانسبيرنت ميديم، هيحصل له ايه؟ باسنج without any refraction، يعني زي ما نزل زي ما يطلع، تمام. طب ازاي؟ لو هو نازل كده هيكمل نزول، طب ميس لو هو جاي او طالع يبقى هيكمل طلوع. ديت اهم الافكار بتاعه اللايت ريفليكشن واللايت ريفراكشن. كل التوفيق ان شاء الله.